الإعلامي توفيق عكاشة وجه رسالة للمسؤولين عن اختفاء سجاير الكليوباترا البوكس. عكاشة كتب تغريدة على تويتر بيقول فيها: السجاير الكليوباترا سعرها في السوق 43 جنيه وكمان غير متوفرة في الأسواق ومخبيينها، ودي تعتبر سيجارة الناس الغلابة من الشعب، أو تقدر تقول هي سيجارة معظم الشعب من المدخنين، خصوصا الكليوباترا البوكس. عكاشة بيكمل التغريدة وبيقول: الموضوع ده بيمثل خطر كبير، خصوصا ارتفاع سعرها ل 43 جنيه في السوق السوداء، رغم ان سعرها الحقيقي 25 جنيه. ان هي توصل للسعر ده يعتبر امر خطير مقارنة بمتوسط دخل مدخنيها، وكمان مش متوفرة والبياعين بيخبوها عن الناس. دي بالاضافة لارتفاع اسعار السجاير الاجنبية كمان، اللي كل نوع منهم زاد 15 جنيه عن سعره الحقيقي وبدون ابداء اي اسباب. يعني عجبك ولو مش عجبك افلق راسك في الحيط. الاعلامي توفيق عكاشة بيقول ان الرئيس السادات رحمة الله عليه كان بيعتبر السجاير احد السلع الاستراتيجية اللي لا يجب العبث بها او معها. انتهت تغريدة عكاشة وانهالت عليها الردود التي تؤكد ارتفاع سعر السجاير الغير مبرر وعدم توافرها في الاسواق، علشان عكاشة يرد ويقول: قولوا لهم وديتوا سجاير الكليوباترا فين؟ الا سجاير الغلابة يا بني ادمين. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.